السيد الصدر قدس الله سره اجا واحد رضوان الله عليه. اي هسه اجاوبك على هذا السؤال. اجا واحد قال له سيدنا انا احكي عليك اريدك تبرين الذمه. قال له ما بريك الذمه حبيبي تفضل اطلع. اي طلع راح ايش سوى؟ قعد بباب البراني يبكي. قالوا له سيدنا هذا قاعد يبكي خطيه. قال لهم خلوه يبكي خلوه. السيد يقعد لحد صلاه الظهر يروح للحرم يصلي. اقتربت صلاه الظهر صاح الواحد من الولد الموجودين قال لهم هذا اللي جاني وقال برين الذمه بعده قاعد يبكي. قالوا له والله سيدنا بعده قاعد بالباب يبكي خطيه. قال لهم جيبوه. اجى قاعد قال لهم جيبوا له شاي. قال له ما اريد شاي انا اريد تبرين الذمه. اي قال له لا جيبوا له شاي يشرب شاي. قال له ما اريد شاي. قال له بامر الولايه تشرب شاي. قال له شرب الشاي مالته. السيد قال له شاورني ايش حكيت علي. حكيت قال له والله سيد حكيت عليك هيك وقلت بالامن وقلت فضائي قلت على قول الدوله هسه يقول علينا له كله على العام وفيديوهات. هسه قال له سيدنا يقولون قلت حكيت عليك كذا وكذا. قال له كم واحد قنعته انا بالامن وخليتهم يشتموني وخليتهم ما يحترموني. قال له والله سيد ما ادري. قال له هذول كلهم اللي قنعتهم انه انا مو خوش ادمي روح اقنعهم انا خوش ادمي ابريك الذمه. مشكله هاي. هو السيد اللي استشهد وانطى ولده وبعدها الناس اليوم هاي مصيبه العالم طبعا. مصيبه. فهسه احنا اللي يقول مثلا انا يجوني كثيرين رضوان الله على روح السيد الشهيد وعلى نجليه يجوني هسه ايش قد شيء اخبرينا الذمه. انت كم تعليق كم جيش الكتروني. انا بالزياره انا هم بالزياره مرات يلزموني حنا والله انا قلت كذب سيدنا هو هذا العالم. هو شنو فرقان اللي شفتني بالشارع عن بالمواقع؟ ليش انت بالواقع تريدني حالك واهبك؟ وليش تعلق علي؟ لا يجوني والله هسه جاي اتفاجئ بالاعداد اللي تجيني شيخ والله اعذرنا ما كنا ندري هيك برينا الذمه. هم تجيش مسؤولهم بس شافوك. قلت له هسه انت انا ماكل عشاك مبايع حصان وغاشك. بس ما يوعد. لا صدق والله هسه علي مش عندي وياك. اي والله.